السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال عشان بيزعل. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة خالص كده، يعني سهلة خالص كده. هنعمل كيكة الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة، بس هنعملها بدون بيض ولا لبن. تمام. انا اول مرة اعملها الصراحة، وهنشوفها مع بعض تطلع حلوة ولا ايه. بصوا، احنا هنقول هنا بسم الله المقادير. هنحط 3 كوبايتين دقيق وكوبايه سكر. تمام. كوبايتين دقيق وكوبايه سكر وكوبايه ميه ونص كوبايه زيت، او يعني اقل من نص كده بحاجات بسيطه. تمام. وهتحطي بيكنج باودر وفانيليا عادي زي الكيكه العاديه بالبيض وباللبن يعني. تمام. بس كده. وطبعا 3 معالق كاكاو. انا هنا نخلتهم عشان تطلع حلوه وهشه كده. لو في اي تكتلات طبعا هي دي بتبقاش حلوه في الكيكه. تمام. حطينا ايه؟ كوبايه، دي كوبايه ونص على فكره، مش كوبايه، كوبايه ونص. عشان انا حطيت النص في الكوبايه الصغيره، وقلت ايه، احط الكوبايه الكبيره تبقى حجمها كبير يعني عشان ما انساش. المهم حطينا كل المواد الجافه كلها، وحطيت البيكنج باودر والفانيليا كلهم، واقلبهم كلهم مع بعض. تمام. بس. وهنضيف بعد كده الميه، ولو زادت ميه عادي بتزودي لها شويه ميه. تمام. بس كده هنضربهم بقى كده، هنقلبهم كلهم مع بعض. تمام. وبس. انا اول مره صراحه اجربها معاكم. انا دايما بعملها بالبيض، بس انا الحمد يعني قلت اجرب دي لان انا مش بحب طعم البيض في الكيكه، بالذات لما بتبات. مثلا لو باتت لتاني يوم حطيتيها في علبه ولا حاجه، بحس حتى لو حطيت فانيليا وحطيت كمان خل، بحط خل معاها. تمام. برضو بحس بطعم البيض. معرفش بقى، في ناس كده زي، اكيد في حد كده يعني. حتى لو ساعات بعملها ببضايه واحده برضو بحس بطعم البيض فيها. مش عارفه ليه. فدي بالنسبه لي احلى الصراحه، تبقى حلوه كده وان شاء الله تطلع كويسه باذن الله. وهي طلعت حلوه الصراحه يعني، عجبتني وعجبت الولاد. وطعمها جميل جدا، مش فارق صراحه ولا بيض ولا فرق لبن فيها. طعمها حلو خالص. هنا خلاص قلبنا كل المواد الجافه مع بعضها. هنحط بقى الزيت، وهنحط الايه، نحط الزيت ونحط الميه ونقلب. هنا ابني بقى طبعا هم واقفين عايزين يشوفوا طبعا الكيك، عايزين فلازم يساعدوا، لازم يحطوا معايا. هنا ابني بقى كان بيحط الزيت وخايف يحط، فانا بقول له ايه، حط كلهم مره واحده. تمام. وهنحط بقى ايه، الميه كمان. هنحط الميه وهنقلب طبعا كل المكونات ديت، وهتحطيها طبعا على فرن على سخن عالي. سخن يعني درجه حرارته عاليه 180 مثلا، بس لازم تكوني مسخنه الفرن قبليها عشان إيه ما تهبطش منك الكيكه يعني. تمام. بس. وهنقلب بقى كله. وهي كانت محتاجه مني شويه ميه مع التقليب وكده، لقيت ايه يعني محتاجه شويه ميه للامانه، حطيت لها شويه يعني. بس. وهنحطها بقى في صينيه، في الصينيه اللي انت بتحبيها. انا كان عندي الشكل ده يعني، قلت اعمل فيه عشان تطلع حلوه. بس هنقلبها. وهنا بقى كانت محتاجه ايه، شويه ميه صغننين يعني، ربع كوبايه ميه مثلا، ربع بالظبط. هنا ابني بيقول لي ماما قلبي كله. بس زي ما انتم شايفين كده، هنا قوامها ما شاء الله حلو ومظبوط جدا. بس كده هنحطها بقى. هنجيب القالب بتاعك او الصينيه، هتدهنيها زيت، وتدهنيها زيت كده كويس. في ناس بتحط دقيق من تحت، انا مش بحب صراحه احط دقيق. اسفه على الصوت لو في صوت، معلش. هتحطي بقى، هتحطي دقيق، هتدهني الصينيه بزيت كده، دهنة زيت بسيطة. في ناس بتحط زي ما قلت لهم بتبدروا كده بالدقيق، تحطوا له يعني دقيق وكده، بس انا مش بحط الصراحة. بس هحطها بقى وندخلها في الفرن زي ما قلت لكم. وان شاء الله تطلع حلوة وتعجبكم باذن الله. جربوها هتعجبكم. متنسوش اللايك يا جماعة، انتوا بتتفرجوا ما شاء الله في مشاهدات، بس مفيش لايكات ليه؟ مش هتخسري حاجة لو حطيتي اللايك. والله اللايك ده زي ما قلت لكم بيخلي الفيديو ينتشر ويروح لناس كتيرة، عشان ناس كتير تتفرج عليه. فضلا وليس امرا. وانت بتتفرجي كده إيه يعني ايه، حط اللايك، دوسي على اللايك بس، مش هتخسري اي حاجه. فكره انا بدعي لكم، كل اللي بيحط لي كل اللي بيحط لي لايك ربنا يبارك له ويديله الصحه ويفرحه باولاده. واللي معاش اولاد ربنا يرزقها ان شاء الله بالذريه الصالحه باذن الله ان شاء الله. بس هنا المقطع معرفش يطول، غالبا انا سبت الكاميرا شغاله ورحت فتحت الفرن. فبس هنيجي نحطها بقى في الصينيه في القالب زي ما قلت لكم، وتدخليها في الفرن وتتابعيها، لان هي ما بتاخدش وقت برضو زي الكيكه العاديه. بس انت طبعا عشان غامقه فانت هتتخدعي في شكلها، فلازم كل شويه تشوفيها وتحطي فيها خله سنين كده، او عصايه شيش طاووق. تمام. وتشوفي بقى هي استوت ولا لا. لو طلعت معاكي الخله نضيفه، او عصايه شيش طاووق نضيفه، تعرفي ان هي استوت تمام. تحطيها في النص كده زي ما انا هعمل في الاخر. بس انا حطيتها بقى زي ما انتم شايفين كده.
كنت باخد بقى كل اللي في الجناب عشان لو في حاجة يعني دي مثلا في الجنب سكر حاجة كده، يبقى كله يتقلب مع بعض. هنا بقى الولاد كانوا واقفين معايا، نقول لهم اطلعوا اطلعوا، يقولك لا انا اساعدك، نحط معاكي نعمل معاكي. المهم الحمد لله خلصت بفضل الله، ونحطها بقى في الصينيه. بس كده تمام. بس هنزل كل الخليط بقى. تضغطي بقى ايه، بتخبطيها طبعا، مرضتش يعني اخبطها جامد، انت بتخبطيها خبطتين كده بحيث تفرغي الهواء اللي فيها وبس، وتدخليها بقى الفرن. هنا هي كده كده كانت طلعت و... واستوت بقى. انا جربتها، فطبعا هنا انا بعملها كده سكوب كده فيها علشان لما نيجي نحط عليها الصوص نحط عليها الصوص تنزل بقى فيها وتبقى كلها متشربه من جوه، تبقى طريه يعني. بس كده. طبعا الولاد قالوا لي ماما احنا عايزين نعمل زيك، فطبعا خدوا برضو عصايه الشيش طاووق وقعدوا ايه يعملوا فيها سكوب برضو كده يعني. هنعمل بقى الصوص معاكم، صوص سهل خالص. تحطيه على الكيكه، ممكن تسقيها لبن لو انت حابه يعني، بس انا ما رضيتش اسقيها لان هي طريه، مش يعني هشه وطريه ما شاء الله حلوه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا هتجيبي 4 حاجات: نص زيت، نص سكر، نص لبن، 3 معالق كاكاو. هتحطيهم في الخلاط وتضربيهم، ويطلع معاكي احلى صوص، يبقى حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده. انا ما رضيتش اجري معاكم الفيديو لان هو الفيديو صغير مش كبير يعني. طبعا العيال برضو واقفين معايا مش عايزين يسيبوني، طالما واحد حط لازم التاني يحط زيه. بس حطينا الكاكاو، حطينا اللبن، الزيت بقى بتحطيه حبه حبه، وحطينا السكر. بتحطي الزيت حبه حبه يعني، عشان ايه لما تلاقيه تقل معاكي كده خلاص بتوقفي يعني. ما حطيتش كل ما حطيتش النص كله. ليه؟ لان هو لما الصوص بيقعد بتسيبيه كده شويه هيتقل، لو انا كنت سبته عن كده كان هيتقل عن كده، بس انا عايزاه كده علشان احطه على الكيكه يعني. بس هنا كان ما شاء الله حلو جدا. بصوا كده ينفع يتحط على الكيكه، لكن انت عايزاه بقى يتقل عن كده تسيبيه. لو سبتيه شويه كده بره او حطيتيه في التلاجة هتلاقيه تقل لوحده. كل ما بتضيفي له زيت كل ما بيتقل يعني. بس كده هنحطه بقى ايه على الكيكه وهتشوفوها معايا. هو انا قلبتها، بس هي ايه يعني كانت لازقه حته كده، حته صغننه معرفش ليه، زي ما بقول لكم هنا طريه وحلوه. بس مش مشكله يعني، الصوص هيداري يعني مفيش مشاكل. وكله هي ما شاء الله اتاكلت يعني، ما قعدتش. بألف هنا وصحه على اللي كلها. بس هنضيف طبعا ما ينفعش المعلقه، هحط بالطبق كله بالبوله دي كده، هنحط كلها كده كل الصوص عشان يبقى طعمها حلو. كان طعمها حلو جدا على فكره، ما كنتش متوقعه ان هي بدون حليب وبدون لبن، بدون حليب وبدون بيض هتطلع حلوه، بس ما شاء الله عجبتني يعني، طلعت حلوه. طعمها جميل والله، جربوها هتعجبكم باذن الله. بس هنحط بقى كله كده عشان يبقى طعمها ايه حلو. و انا عن نفسي مش بحب الصراحه الشوكولاته قوي، كيكه الشوكولاته دي قوي يعني، بحب الفانيليا، بس طبعا عشان الولاد بيحبوها فعملتها لهم. بس هنحط بقى ايه كله كده، واحنا هنسيبها كده؟ لا مش هنسيبها كده، لازم نزينها. طبعا هم حطوا بقى ايه ده سبرينكلز كده، حطيته كان عندي في التلاجة حطيته عليها. فهما بقى ايه قالوا لك احنا ماما نحط، قلت لهم ماشي. طبعا انا خدت بقى حطيت من ان لو احنا قعدنا نحط هنقعد نحط للصبح مش هنخلص، نحط حبه حبه. هما قاعدين جنبي برضو وانا بسجل الصوت فقلت لهم بقى زينوها زي ما انتوا عايزين. حطي بقى اي حاجه انت عندك، بقى عندك مكسرات، عندك كريم شانتيه، حطي عند اللي انت بتحبيه بقى اولادك بيحبوه حطي عليها يعني، تديها كده ايه شكل جمالي وتبقى حلوه يعني، في الطعم كمان هتبقى حلوه. بس حطينا بقى كان كل اللي عندنا ده كان اخر حاجه حطيناه كده، اداها منظر كده حلو واداها شكل حلو، والولاد كلوا وانبسطوا بيها وكان طعمها جميل جدا، وما شاء الله ما قعدتش يعني. احنا ما كناش لوحدينا يعني في ناس كانوا معانا هي ما شاء الله اتاكلت يعني. كان طعمها حلو ما شاء الله، خفيفه وطعمها حلو والله. جربوها تعجبكم، متنسوش يا بنات اللايك
وحط لي اي تعليق بقى، الصلاه على الرسول، استغفار، اي حاجه، كلمه حلوه كده، قلوب، اي حاجه يعني. المهم ان تحطوا لي تعليق على الفيديو، تمام، ولايك، عشان زي ما قلت لكم الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس يعني، والقناه تكبر ان شاء الله باذن الله، والفيديو ينتشر يعني. ويا ريت تشيروا بقى لاصحابكم، شيروا يعني ايه، شيروا الفيديو كده يعني. بس هنا بقى قطعت لهم، وقعدت ادور على الشياله بتاعت الكيك دي، ما لقيتهاش. المهم يعني مش مشكله، هلاقيها دايما، حاجه ما تكوني عايزاها في حاجه ضروري يعني تبقي تدوري عليها ما بتلاقيهاش، بتلاقيها بعد كده. بس فحطيت لهم بقى وجات، وكان طعمها جميل. بس هنحط لكل واحد قطعه. احنا طبعا قعدنا ندوق، هما عايزين يدوقوا وانا دقت برضو، بس هما دقوا الاول. بس ويا رب يكون فيديو عجبكم ويكون خفيف كده، ومتنسوش اللايك بقى عشان تشجعوني والقناه تكبر. بس كانت حلوه وهشه. احنا كمان عشان ايه، هي غرقانه بالصوص عشان كنا خرمناها. انا اسفه على الصوت، معلش، انا اسفه والله. بس طبعا هنا كانوا بيدوقوا بقى، كنت بدوقها لهم. عجبتهم، مش عجبتكم؟ بس ده كان نهايه الفيديو. ابني بيقول لي كده يعني حطوا لايك. انا اسفه على الصوت يا جماعه، معلش والله. المهم ده كان نهايه الفيديو يعني. فيا بس يا ريت تحطوا لي لايك يا بنات علشان الفيديو ينتشر. ما تنسوش انتوا بتتفرجوا وتحطوا لايك، تنسوا تحطوا لايك. سلام عليكم ورحمه الله.